على تركيا من 7 سنين. شاركت بعدة معارض بتركيا. رسمت 11 جدارية بغازي عنتاب بأماكن متفرقة بعنتاب وبجمعيات أيتام تابعة للسوريين. زرت حارات عنتاب القديمة ولقيت إنها بتشبه حارات حلب القديمة، وحسيت إنه في شبه كتير كبير يعني. فحبيت أرسم الحارات يعني وأجسدها بلوحات، وبالفعل يعني وأخذت صور و... ورسمت يعني هالأماكن وهالصور. وحسيت إنه في شبه كبير بين حلب وبين غازي عنتاب، خصوصا بالأماكن القديمة يعني بالحارات القديمة. أنا كثير بحب الرسم، ووجودي بتركيا ساعدني وشجعني على إنه أنا أستمر فيه يعني. ما كان هو حاجز، وجودي هون ما كان حاجز لإلي إنه أوقف عن الرسم، بالعكس يعني كان شيء كويس لإلي إنه أنا أستمر بالرسم. حاليا أنا برسم بالبيت، برسم لوحاتي بالبيت. عم بسعى لأنه يصير في عندي مرسم، وعم بحلم بهذا الشيء يعني، وإن شاء الله بتحقق حلمي إنه يصير في عندي مرسم خاص فيني أرسم فيه الشيء اللي أنا بحبه يعني. بالنسبة لرسم الحارات القديمة، اجتني الفكرة من زيارتي للحارات عنتاب. هاي الفكرة بالنسبة للحارات. فأنا ببلش باللوحة يعني بستخدم الألوان الزيتية برسم هذا النوع من اللوحات. بستخدم الألوان الزيتية، ببدأ فيها بأسسها بقلم الرصاص، وبعدين بلونها بالألوان، وطبعا بستعين بالصورة اللي أنا أخذتها من الحارة يعني مشان أطالع بحذافيرها يعني. برسم لأنه أنا الرسم هوايتي يعني، أنا هو جزء مني من روحي يعني، ما انه انا اخترته، هو يعني هو كان كبير معي يعني، انا كبرت وكبير الرسم معي، هو جزء مني. رسمت حارات عنتاب لانه حسيت انه فيها شبه بحارات حلب، وحبيت يعني احيا ذكرى يعني. أنا رسمت حارات بعنتاب ورسمت حارات من حلب، فهي حبيت انه تكون ذكرى للسوريين او للمغتربين اللي موجودين هون بتركيا، او انا بالنسبه لي لحتى احقق شيء يعني، اقدم شيء يعني، انه ان كان للسوريين الموجودين هون او للشعب التركي اللي انا قاعده ببلده يعني، انه ارسم لهم حاره من حاراتهم يعني. يعني انه انا صار لي 7 سنين بعنتاب، فانا حبيتها العنتاب كلها يعني، ما كان في شيء مميز بالنسبه لي. بس لفتت لي نظري الحارات القديمه كشيء مميز، شيء خاص يعني، فحبيتها يعني، انه حبيت اروح ازورها، حبيت انه ارسمها، حبيت. بس بشكل عام يعني عنتاب كلها حلوه. لما اول ما جيت على تركيا رسمت رسمي بقلم رصاص للجامع الاموي وهو مهدم. فكان يعني انا تاثرت بهالمنظر اللي شفته، فانا جسدتها برسمي، بس قدمتها هديه لاحدى مدارس السوريين بتركيا. فكان يعني شيء مؤثر بالنسبه لي انه اشوف. فانا رسمت الجامع الاموي هو بخير يعني، ورسمته هو مهدم، كانوا لوحتين له. فالتنتين من موجودات حاليا عندي يعني. آه، يعني كان هي الحرب أثرت فينا كتير، ونحن هلا هون بالغربة يعني، أي إنسان عم بحب يقدم أي شيء أو يعبر عن نفسه، والحمد لله. حتى وجودي بعنتاب فتح لي يعني أفق أكثر مما كنت بسوريا. فأنا هون درست أطفال، علمتهم الرسم بجمعية أيتام، وحاليا كمان عم بدرس أطفال بمنظمة تكافل الشام، أطفال ويافعين. وبالنسبة لي بحب إنه أنا أعلم الجيل اللي بعدي إنه أعلمه الرسم، يعني شيء حلو وهادف.